الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دقائق معدودة أحب أن أنبه بعض الإخوة الأفاضل من خطباء المساجد الذين يعتلون المنابر بأن يخففوا عن الأمة وعن المصلين الذين يصلون خلفهم في أمر خطبة الجمعة. وأحب أن أذكرهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه التابعي أبو وائل شقيق ابن سلمة الأزدي، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله. قال: خطبنا عمار فأوجز، يقصد عمار ابن ياسر رضي الله عنه. خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان. أبا اليقظان هي كنية يكنى بها عمار بن ياسر رضي الله عنه. يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرا، أو وإن من البيان سحرا. هذا الحديث أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يدل على أن الإنسان الذي يعتلي المنبر أن يقصر هذه الخطبة التي يريد أن يوعظ بها الناس، ولكي تكون الفائدة فائدة عامة ولا يكون فيها الملل ولا السآمة على الناس، ولا يكون فيها ضرر، بحيث أن هذه الأمة صار فيها المرض والوهن الكثير بين المصلين. فالإنسان يقصر الخطبة ويوجز في كلامه، والكلام الكثير مظنة السآمة ومظنة النسيان، حتى أن الإنسان إذا تكلم كثيرا فإنه ينسى بعض الكلام، كما قيل الكلام ينسي بعضه بعضا. فالإنسان عليه أن يقصر في الخطبة ويطيل في الصلاة، ليس الطول الممل بحيث أنه يؤذي الناس من خلفه، ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فإننا نرى في هذه الآونة أن كثير من خطباء الجمعة لا يراعون في هذه المسألة للمصلين ولا للمرضى، ولا يراعون للناس أنهم قد استفادوا من هذه الخطبة أو لم يستفيدوا، وذلك لقلة فقه بعضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه تحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم لقصر هذه الخطب التي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبه تحفظ في الرأس، فهذا دليل على أن الخطبة تكون قصيرة والإنسان يستفيد منها غاية الفائدة. فهذه النصيحة أرجو أن تصل لبعض الإخوة الذين يطيلون في أمر الصلاة، فأقول لهم هذه النصيحة تقبلوها بصدر رحب من أخ يحب لكم الخير ويجلكم ويقدركم، خصوصا وأنكم ترشدون الأمة الإسلامية للخير وتعتلون المنابر لكي توعظوا الناس وترجعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.